بيقول لك مرة واحد صعيدي لقى كنز، راح حطه تحت الشجرة وكتب تحتها مفيش هنا كنز. طب بيقول لك مرة واحد منوفي قتل ابوه عشان يبقى هو اقدم واحد في البيت. طب ما تعرفش شيكابالا عامل ايه في الماتش الاخير مع الزمالك؟ من الأخطاء والمشاكل والحاجات المنتشرة بيننا وخاصة بين الشباب هي مشكلة الذنوب المتطايرة. أيوة الذنوب المتطايرة اللي بتطير من على دماغنا وما بنحسش بيها. لما تشتم حد، لما تتنمر على حد، لما تقول نكتة على حد، لما تقصد تضحك الناس على شخص معين، لما تغتاب حد وتقول عليه كلام حصل أو ما حصلش وتقول ده أنا كنت بهزر. أيوة هي دي الذنوب المتطايرة. خلينا متفقين كده على رأي الشخص ده ان دي مش غيبة، وده اسمه هزار او رز بلبن بالمكسرات، او اسمها قعدة حلوة، قعدة رجالة، سهرة حلوة كده بنتفرج فيها على ماتش. واول تعليق بيجي من الشخص اللي بيشجع الفرقة الخسرانة، دول شوية حمير ما بيعرفوش يلعبوا، ده شتم واغتاب الفرقة كلها حرفيا. ايوه خد بالك يا عم الناس، انت اغتبت الفرقة كلها وشتمت الفرقة كلها مش شخص واحد، وكلهم هيوقفوك يوم القيامة وياخدوا حقهم منك بالحسنات مش بالفلوس ولا بالمعاملات. وفي وسط القعدة كده بقى واحد يوم راح نازل بنكتة على السريع على الصعايدة او المنايفة، او ممكن توسع منه على الاخر ويوصلها للخلايجة وهزاطت بقى. خد بالك يا عم الناس، انت كده اغتبت محافظة كاملة زي المنوفية، او تلتين مصر زي الصعايدة، او الخليج كله. متخيل الكم الهائل والعدد الكبير ده من الناس اللي اغتبتها من غير ما تقصد؟ متخيل لما الناس دي كلها توقفك يوم القيامة وياخدوا منك حسناتك؟ فوق يا عم الناس فوق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، من صلاة بقى وصيام وصدقة وقيام وكل العبادات. بس اسمع الجاية دي بقى، ويأتي وقد شتم هذا واغتاب هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حديث خطير والله ويقلق ويخوف. لما تتخيل كده انك عملت الحسنات دي كلها وبسبب كلمة على شخص تضيع كلها هباء منثورا، طب ما بالك بقى باللي جاي من غير حسنات اصلا هيتعمل معاه ايه؟ بجد والله مرعبة قوي فكرة الذنوب الطايرة دي. ذنب سواق ماشي بغباء فشتمته، ذنب دكتور رخم عليك في امتحان فشتمته، ذنب بتاع دليفري اتأخر عليك وانت جعان فشتمته، ذنب واحد قال كلام على التلفزيون مش عاجبك فشتمته، ذنب لاعب ضيع هجمة فشتمته، ذنب شوية عربيات في زفة عاملين ازعاج بكلاكساتهم فشتمتهم، ذنب دكتور كتب لك علاج غلط فشتمته، ذنب اي واحد في الشارع عمل تصرف مش عاجبك فشتمته. ذنوب 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 كتير وانت ولا واخد بالك. المشكلة بقى اننا ما بنحسب لهاش اصلا، بننسى ان فيه ملكين بيكتبوا لنا كل حاجة بتحصل، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ده احنا بننسى نستغفر حتى والله يا اخي، كأن صحيفة الواحد كلها مليانة بالحسنات بشوية التخاطيف اللي ما تجيش على البال دي. فكرة مخيفة قوي لما تعرف ان الناس دي كلها هتيجي تاخد حقها منك يوم القيامة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سلام. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على النادى أبدا عليه مجددا، صل وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل موحد ذاق